بيرجع من شغله، يدخل شقة أبوه، يلاقي مراته عند أبوه خارجة من الحمام مستحمية. لا، وكمان قاعدة مع أبوه بقميص النوم. تعالوا نسمع الواقعة دي من الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد اسمه عادل، عنده 32 سنة، متجوز من نجلاء. اللي حصل ان هو شافها في الشغل عنده، اعجب بيها، اعجبت بيه، استلطفوا بعض، راح تقدم لها، وافقوا عليه لان هو جاهز من كله وهيجوزها في بيت العيلة. اخواته كلهم في البيت وباباه ومامته، وهيسكن في الشقة اللي قدام باباه ومامته على طول، الشقة قدام الشقة. وخلاص، وتمت الزيجة واتجوزوا تمام، وقاعدين مع بعض كده يا دوبك 7 شهور. بص لقى ابوه بيزعق: الحقوني الحقوني. دخل شقة ابوه هو واخواته، دخلوا لقوا مامته توفت. وهنا بقى ابوه قاعد لوحده في الشقة. ابوه عنده 57 سنة، كان لازم حد طبعا يخدمه، هينضف له الشقة، اي نعم الراجل بصحته وكل حاجة، هيعمل له اكل كده يعني. فهنا الاخوات اتفقوا ان كل واحدة تطلع له يوم علشان خاطر تنظف الشقة واللي تعمل له الاكل ويخدموه، يعوضوه شوية عن مامتهم اللي ماتت. ولكن هو هنا ما كانش بيرتاح الا لنوجة نجلاء العروسة الجديدة. اللي حصل ان هي كانت بتدخل عنده وكانت بتعمل له الشقة، وممكن تقعد باليومين والتلاتة تنظف له مكان اي حد منهم، لان هي كانت بترتاح كده وشايفة ان هي يعني بتأدي الواجب زي ما جوزها موصيها وزيادة كمان. ولكن هنا الزوج بيرجع من شغله، يدخل شقته يلاقي مراته مش موجودة، يدخل عند أبوه عارف إن هي جوه، يدخل يلاقيها خارجة من الحمام ومستحمية. فهنا لما خدها شقته قال لها: إيه اللي أنا شفته ده؟ في إيه؟ قال لها: إيه في إيه يعني إيه؟ أنا لاقيك خارجة من بيت أبويا ومستحمية شقة من الحمام بتاع أبويا جوه في الشقة عنده ومستحمية. طب ما تخش استحمي في الشقة بتاعتنا عادي، مش الشقة قدام الشقة. إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ افرضي حد من إخواتي جه وشاف المنظر ده. وبعدين ازاي تستحمى عند ابويا يعني؟ ما عندكيش حمام في شقتك؟ طب خلاص مش هعمل كده تاني. طب شوية برضه لقى ان مراته بتقعد قدام ابوه بلبس خفيف جدا. قال لها: لا، ما ينفعش اللبس ده قدام ابويا. هو ايه الحكاية بقى؟ انت مرة قلت لي ما استحميش عند ابويا، ومرة كمان تقول لي لبس خفيف، هو في ايه؟ ده ابوك راجل كبير، عيب. لا لا، ابويا مش كبير للدرجة يعني، مش للدرجة ان انت تلبسي لبس خفيف كده، ما ينفعش. ده هو ما يجوزليش، ده يعتبر ابويا. قال لها: ماشي، من محارمك، لكن ما ينفعش برضه انك تلبسه قدامه خفيف، غلط. المهم هنا برضه رجع مره البيت ما لقاش مراته، دخل لقاها هي قاعده ان هما الاتنين على السرير في اوضه النوم بيتفرجوا على التلفزيون وبيقزقزوا اللب. طبعا الوضع ما عجبوش ولا يعجب اي حد. لما دخلوا الشقه بقى هنا اداها فوق دماغها وقال لها: ايه اللي انا شفته ده؟ ايه اللي شفت ايه؟ هتقول لي شفت ايه تاني؟ ايه؟ لا يا عم، شفت ايه تاني؟ دي انتوا الاتنين قاعدين مع بعض على السرير ولا كانه جوزك. دي انت بتعمليش معايا كده. ايه ده؟ قاعدين مع بعض في اوضه النوم وعلى السرير ولابسه لبس خفيف وبتقزقزوا في لب وتتفرجوا على التلفزيون. لو حد دخل وشافكم، انا مش بشك في ابويا، مش بشك في اخلاق ابويا، بس اللي انت بتعمليه ده كده غلط. لو حد دخل وشافكم بالطريقه ديت، وبعدين ده برضه حرام ان انت تلبسوا قدامه خفيف وتبقى قاعده قدامه بقميص النوم، ما ينفعش. ما انت كده بتسيري غرايزه، الراجل لسه مراته ميته. ازاي ده ابوك؟ لا، حتى لو ابويا ما ينفعش. كلمة كده كلمة كده، الاتنين اتخانقوا مع بعض، سابت البيت ومشيت وراحت عند ابوها. حاول هو يرجعها تاني، مش عايزة ترجع. لا، مش هرجع بقى مادام انت شاكك فيا ان انا كده مع ابوك. لا، وكمان رفعت عليه قضية طلاق للضرر. هل الزوج كده هنا غلطان؟ الزوج هنا غلطان ان هو بيقول لمراته انك لازم تكوني محتشمة قدام ابويا؟ لا، الصراحة طبعا الزوج مش غلطان، وان انت اصلا انسانة قذرة وتربيتك تربية غلط، وما ينفعش ان انت تقعدي كده قدام حماكي بالطريقة ديت ولابسة عريان ولابسة قميص نوم وتستحمي عند حماكي. وفي حد يعمل كده؟ ده لو ابوك يا بنتي ما تعمليش كده، عيب عليكي. هتقولي ده راجل قد ابويا وده ابوي؟ لا، ما ينفع. وما حتى لو ابوك يا اختي يا حلو، هو لو ابوك انت هتعملي كده في البيت؟ هتقعدي مع ابوكي بقميص النوم على السرير؟ ولا هتقعدي جنب ابوكي بالشورت وتحطي رجل على رجل؟ ولا تقعدي قدام ابوكي بقميص النوم؟
لا ابوكي ولا اخوكي ولا ابنك ولا حماكي. ايوه كل ده غلط. ولا اخو جوزك، كل ده غلط. ولا خالك، كل ده غلط، ما ينفعش. انت اي حد من دول تلبسي قدامه لبس محتشم. ما ينفعش ان انت تبيني جسمك. مش هو الكبير وقد ابويا. ما انا بقول لك ده لو ابوكي نفسه ما ينفعش اقعد قدام ابويا بقميص النوم. ليه؟ عشان خاطر ايه؟ اقعد مع ابويا على السرير بقميص النوم؟ لا ما ينفعش. طبعا هي دي اول حاجه، تربيتها هي غلط وهي غلطانه. التاني برضو الاب نفسه. الاب نفسه انت برضو يعني الصراحه راجل مش محترم. انت شايفها قاعده كده، انت المفروض تنبهها وتقول لها لا يا حبيبتي البسي لبس كذا كذا، البسي لبس محترم، البسي حشمه، ما ينفعش انك تلبسي كده. تنبه عليها وتفهمها، احرجها واحده واحده كده، بحيث ان هي ما تلبسش قدامك اللبس الخفيف ده. ولا انت مبسوط باللبس اللي هي لابساه؟ مبسوط ان هي لابسه خفيف كده وبتستمتع انت بالمناظر اللي انت بتشوفها، وبتحرق في دم ابنك كل ما يخش يلاقي مراتك قاعده معاك وقاعده معاها شبه عريانه. ايه ليه؟ عشان خاطر ايه؟ طبعا الحلقه بتاعتنا النهارده حلقه للتوعيه، ان الواحده ما ينفعش ان هي تلبس لبس خفيف قدام محارمها. ايوه ما ينفعش. لا قدام اخو جوزك ولا قدام ابنك نفسه، انك تقعدي لابسه قميص نوم او تلبسي قصير، تثيري غرايز اللي حواليكي. ما تعرفيش الشيطان بيعمل ايه، ما تعرفيش شغل الشيطان بيعمل ايه. ولكن هنقول ايه غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.